الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا قمتم بتحديد أسعار مادة القمح. كيف تم تحديد هذا الأسعار وبموجب ماذا قمتم بتحديد هذا السعر؟ نعم، هذا السعر لم يأتي عن عبث. طبعا بعد عقد سلسلة من الاجتماعات في كافة مناطقنا بوجود مديريات الزراعة ولجانها واتحادات الفلاحين وأيضا شركة تطوير المجتمع الزراعي، هذه الشركة التي تشتري وتبيع المستلزمات الزراعة، وأيضا بحضور هيئة الأعيان. في هذه الاجتماعات تم تقديم دراسات كافية ومستفيضة بخصوص التكلفة الحقيقية للدونم الواحد. طبعا بعد الانتهاء من هذه الاجتماعات على مستوى شمال وشرق سوريا تم رفع هذه المقترحات وهذه الدراسات إلى هيئة الاقتصاد والزراعة والمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا. ونحن بدورنا أيضا حددنا موعد من أجل الإعلان عن السعر الرسمي لمادة القمح، وفعلا تم تحديد تاريخ 14/4/2020 من أجل تحديد سعر القمح. وفي هذا الاجتماع أيضا تم دعوة اتحادات الفلاحين، رؤساء المشترك لاتحادات الفلاحين وأيضا شركة تطوير المجتمع الزراعي وبحضور هيئة المالية والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونوابها. وفي هذا الاجتماع تم تحديد السعر الرسمي للكيلو الواحد ب 225 كيلو القمح. لماذا لم تقوموا بتحديد سعر مادة الشعير؟ مادة الشعير سوف في الأيام القليلة القادمة أيضا سيتم عقد اجتماع من أجل الإعلان عن سعر الشعير أيضا. الحالة الاستيعابية للصوامع المتواجدة في مناطق شمال وشرق سوريا هي بأي حال الآن، وهل قمتم بإجراء التدابير اللازمة من أجل تخزين القمح الوارد خلال الموسم الزراعي؟ نعم، بالنسبة للمستودعاتنا وصوامعنا المتواجدة على مستوى شمال وشرق سوريا، رغم كان لدينا 6 مستودعات وصوامع في كل من سريكانية وغريسي بي، هذه طبعا بعد الاحتلال التركي ومرتزقة تم الاستيلاء على هذه الصوامع والمستودعات، لكن لدينا حوالي 20 مركز على مستوى شمال وشرق سوريا. وفي العام الماضي تم شراء 550 ألف طن، حاجتنا لمدة أكثر من سنة احتياط حوالي 500 ألف طن. ما الدعم الذي قدمتموه للمزارعين منذ بداية الموسم الزراعي وإلى الآن من المازوت والسماد وما إلى ذلك؟ بالنسبة للمزارعين طبعا سبق وأن قلت تم شراء أكثر من 550 ألف طن من مادة القمح. هذه المادة دائما يتم تخزينها في صوامعنا من أجل البذار للفلاحين والمزارعين، وأيضا من أجل الطحين للسنوات القادمة. وتم تعقيم هذا البذار بالأدوية المناسبة وغربلتها وتكييسها في الأكياس بسعة 50 كيلو، وتم توزيعها بسعر 180 ليرة للكيلو الواحد. رغم تكلفة الكيلو الواحد تم علينا أكثر من 200 ليرة للموسم الفائت. وأيضا تم توزيع الأسمدة بأنواعها، إن كان أسمدة سوبر فوسفات أو سماد يوريا سماد البارد والأسمدة المركبة وبأسعار التكلفة. وفي الفترة الأخيرة أيضا تم استجرار كمية من السماد ب 350 دولار للطن الواحد، تم توزيعها ب 350 وفق التكلفة التي أرست علينا. هل كنتم بتوزيع مادة المازوت على المزارعين خلال الفترة الماضية؟ نعم، تم توزيع الدفعة الأولى للمزارعين وفق حسب الكشوفات الحسية بين لجان المحروقات واللجان الزراعية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا. ما هي مناشداتكم للمزارعين ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، خصوصا بأن العام الماضي شهدنا اندلاع
حرائق خائلة في المنطقة أدى إلى حرق أكثر من 200,000 هكتار. نعم، طبعا درءا لهذا طبعا لهذه المسألة الخطيرة، وخاصة الاحتراق الذي صار أصبح في العام الماضي، نحن بدورنا في هيئة الاقتصاد والزراعة تم توجيه كافة هيئاتنا ولجاننا في كافة المناطق برش الأدوية على جانبي الطرقات، هذه الأعشاب التي كانت السبب الأساسي لاحتراق كثير من المساحات على مستوى شمال وشرق سوريا. وأيضا نناشد كافة فلاحينا ومزارعينا بالمحافظة على مزروعاتهم وحراستها الديسك أو بالهارو، خاصة جانبي الطرقات.